بمشبك الغسيل اختراع بقى لإزالة شعر الوجه والجسم، وهتقولي وداع للذهاب للكوافير قبل العيد. هتوفري فلوسك خلاص وانسي بقى ان حد يساعدك تاني. هنعمل اختراع بجد وفكرة ما تخطرش على بال اي حد. مشبك الغسيل هتعملي بقى إزالة للشعر، وهتوفري بقى فلوس الكوافير قبل العيد، ومش هتحتاجي حد يساعدك ان هو يعمل لك فتلة تاني. هاتي كده مشبك غسيل وتعالي اقول لك ازاي. بس ما تنسيش اللايك الحلو منك بسرعة، وتعالي نعمل مع بعض احلى اختراع ممكن تشوفيه في حياتك. هتجيبي كده مسامير صغيرة خالص، اصغر مقاس، ولو لقيتي اصغر من ده هاتيه كمان. وبعد كده هتبتدي ان انت تثبتي الاربع مسامير على اطراف المشبك بالشكل ده. عايزة اقولك بجد هتدعي لي على الفكرة دي، هتريحك جدا. هتعمليها مرة وتشيليها عندك بقى، وتنسي ان انت تروحي الكوافير تاني. هتثبتي المسامير كده على المشبك. ممكن تستخدمي مشبك خشب او مشبك اللي هو البلاستيك ده. لو عندك مشبك بلاستيك يبقى هتسخني المسامير على النار وتبتدي ان انت تدخليها جواه. اما لو خشب هتدقيها بالشكل ده. تمام. هتعملي بقى الاربع مسامير زي ما انت شايفة، كل اتنين قدام بعض. واختاري بقى مسامير صغيرة، والمشبك يكون تخين ما يكونش رفيع. بعد ما تثبتي الاربع مسامير بالطريقة دي، بصي ده كده الشكل. طبعا انتي هتدقي المسامير كويس جدا لحد ما تنزل لتحت خالص. تمام. بعد كده هتجيبي بقى خيط، ويا ريت تستخدمي الخيط النايلون اللي هو الخيط اللي بيبقى متين. بلاش تستخدمي الخيط ده، بس ما كانش متوفر عندي، فانا هشرح لك الفكرة على الخيط العادي. بس انتي اعمليها كده بالخيط التقيل علشان ما يتقطعش معاكي بسهولة ويفضل موجود معاكي على طول. هتجيبي بقى كده الخيط وتبتدي ان انتي تقسميه بالنص بالشكل ده، وتجيبي الطرفين وتثبتي اول طرف على اول مسمار، وتلفيه كويس جدا كذا مرة. وبعد كده بمسدس الشمع هتثبتي بقى الخيط بالشكل ده. تمام. وبعد كده هتجيبي الطرف التاني وتلفيه على المسمار الناحية التانية نفس الطريقة بالظبط، وبمسدس الشمع برضو هتثبتيه كويس علشان ما يتقطعش معاكي. وطبعا هتستخدمي خيط اللي هو الخيط النايلون او خيط الكتان، ده بيبقى خيط متين. وبعد كده هتجيبي طرف الخيط زي ما انت شايفة وتلفيه على ايدك بالعكس. بصي تلفيه بالعكس كده لحد ما تعملي شكل المثلث. عايزة اقولك بعد الفكرة دي مش هتحتاجي حد يعملك فتلة تاني، ولا تروحي الكوافير، هتعمليها ببيتك ببلاش. بصي وهتعمليها لنفسك بمنتهى السهولة، مش هتحتاجي حد يعملها لك خالص. هتلفي الطرفين بالشكل ده علشان تعملي شكل 7 كده بالمقلوب، وتثبتيها برضو زي ما انت شايفة بمسدس الشمع. اهم حاجة ان انت تخلي ال7 دي تبقى في النص كده المشبك بالظبط. قبل ما تثبتي تأكدي ان هي في النص بالظبط. وبعد كده حطي الشمع واستني دقيقتين 3 لحد ما ينشف. وبعد كده شيلي الزيادة دي، انا مش عايزاها، بالمقص كده وقصيها. هسيبها دقيقتين 3 لحد ما تثبت بس والشمع يبقى متين، وهوريكي هتستخدميها ازاي. بصي بقى يا ست الكل، شايفين بقى تعمليها كده وتشيلي بيها شعر الوجه وشعر الجسم، حلوة جدا. بصي ال7 دي بتفتح وتقفل معاكي وتاخد منك الشعر بجد طريقة روعة. بعملها لنفسي في البيت بمنتهى السهولة، مش محتاجة حد يساعدني. بصي انا بوريكي هي بتشتغل ازاي. كل ما تضغطي على المشبك بتقفل كده وتفتح الفتلة، فبتاخد معاكي الشعر بمنتهى السهولة من غير اي مجهود ومن غير اي تعب. بصي انا بشرح لك فكرتها زي المقص اللي احنا بنجيبه من بره، دي احسن بكتير. جربيها بجد هتدعي لي. بصي عامله ازاي. انا بشرح لك الطريقه بتاعتها عشان تتاكدي ان هي ناجحه مليون في الميه. اعمليها وهتدعي لي عليها. ارمي نوى البلح في المية المغلية، ده طلع كنز هيكسبك الملايين بجد. اوعي ترميه، حوشيه كده عندك طول شهر رمضان، وهاتيه كده وارميه في المية المغلية. ده طلع بجد اختراع معظم الستات ما تعرفوش. من هنا ورايح مش هترمي نوى البلح خالص في الزبالة، لا بالعكس هتحوشيه. وتعالي بقى اقولك هنعمل بيه ايه النهاردة. في طاسة كده هتحطي فيها شوية من المية المغلية وعلى نار هادية خالص، وهتنزلي بنوى البلح زي ما انتي شايفة. وتعالي نعمل حاجة بجد اختراع وبتتباع بالملايين وهتعجبك جدا. يلا كده لايك حلو منك بسرعة، وتعالي نشوف وصفتنا النهاردة. في طاسة هتحطي حوالي كوبايتين من المية وهتسيبيهم يغلوا زي ما انتي شايفة، وهتهدي النار خالص، وهتجيبي نوى البلح وتنزلي في المية بالشكل ده. اهم حاجة ان انتي هتهدي النار، انا مش عايزة النار تبقى عالية علشان المية ما تنشفش بسرعة معايا وتبقى كده خلاص ملهاش لازمة. انا عايزة نوى البلح يغلي كويس جدا في المية السخنة دي.
هبتدي بقى اول ما تاخد كده غلوة، وبعد كده ههدي النار، هحط عليها رشة صغيرة جدا من حبة البركة او الحبة السوداء، شوية صغيرين زي ما انت شايفة كده، وهتسيبيهم بقى يغلوا كويس جدا مع نوى البلح، وتهدي النار علشان المية ما تنشفش على طول. وبعد كده هتضيفي عليها قشر البطاطس، وقشر البطاطس ده مغسول ومنقوع حلو جدا في المية بنقطتين خل كده وشوية مية تغسليهم، وبعد كده صفيهم كويس جدا، وهاتيهم بقى كده مع نوى البلح وسيبيهم يغلوا مع المية دي. قشر البطاطس هينزل طبعا شوية من النشا، هتحطي معاهم عود من القرفة، وهتسيبيهم يغلوا تماما وعلى نار هادية زي ما اتفقنا. اول ما تلاقي بقى اللون المية بدأ يغير، والبطاطس نزلت النشا اللي موجود جواها، والمية نشفت شوية، بصي المية بقت عاملة ازاي، لونها غير، هتسيبيها بقى تبرد تماما. عايزه اقولك الوصفه دي بجد اختراع، انا حبيت اقولها لك قبل العيد اهو بحوالي 20 يوم علشان تلحقي ان شاء الله تنفذيها قبل عيد الفطر. كل سنه وانتم طيبين. هسيبها بقى تبرد تماما، وبعد كده هصفيها وهشيل كل الشوائب دي، وهشيل القشر والنوى دول خلاص انا مش محتاجاهم، انا خدت الخلاصه بتاعتهم خلاص في الميه. هصفيها كويس جدا علشان خساره اي ميه تضيع مني او اي حاجه من الخلطه دي. بجد دي بقى جبارة يا بنات، هتعمليها قبل العيد ان شاء الله ابتداء من النهاردة، وهتحطيها كده في بخاخة، وكل يوم الصبح بإذن الله كده بعد ما تتوضي خلاص وتخلصي كل حاجة تبتدي ان انت ترشيها على وشك وتسيبيها تنشف. ده احلى غسول ممكن تغسلي بيه وشك الصبح، بجد روعة، بيفتح البشرة بينعمها. يعني هتبقي على العيد كده ان شاء الله هتبقي بشرتك فاتحة جدا، لو انت كمان عروسة وفرحك بعد العيد جربي بقى لمدة 20 يوم الوصفة دي، تفتيح وتنعيم البشرة من غير بقى مستحضرات تجميل، بجد كده هتبقى بشرتك مشدودة وناعمة وبيضة. جربيها وهتدعيني. ودي كده كانت أول فكرة، تعالي بقى نشوف الفكرة اللي بعد كده.